هي في غيبوبه، كانت تشوف كاع ربي ورا لها كاع واش كان يدير وليدها. صح مليح على بالي سكانر ليرام الدواء نديرو كلش، بصح كاين امور شرعيه مليح نديروهم. كاين رب امره كن فيكون. احدهم كانت امه في الانعاش، قالت كانت امي في الانعاش وكنت ازورها كل يوم ساعه. تعرفوا الانعاش ريانيماسيون ماشي حاجه اللي تقدر تزور فيها كل يوم. فلما وانا في طريقي الى الانعاش الى المستشفى دخلت الى سوبر ماركت، دخلت فلما خرج وجد قطة مع أبنائها الثلاث يلهثون الفراش والله ماتوا بالعطش. فقال لك دخلت وشريت قرعة صغيرة وقطعتها وحطيتها شربوا منها حتى وين شربوا حتى ارتووا. ثم عاد إلى المستشفى. فلما دخل إلى المستشفى وجد أن سرير أمه أو أن أمه لا توجد في السرير، فظن أن أمه قد ماتت. ثم جاءه الطبيب فقال له الحمد لله يماك راهي فطمت والحمد لله تعافت، وراهي غيرنا لها المكان، راهي في المكان الفلاني، يعني خرجت من الإنعاش. فلما ذهب إلى أمه قال وجدتها بصحة جيدة، يعني وجدها فاطمة وهي تحكي معه. لما لحق هو لأمه ماذا قالت له أمه؟ قالت له بارك الله فيك يا بني على سقيك للهرة وأبنائها. قال وكيف عرفت يا أمه؟ قالت والله كنت في غيبوبة وكنت معك وقد أراني الله عز وجل ما فعلته مع القطة. كانت هي في غيبوبة، كانت تشوف كاع ربي ورا لها كاع واش كان يدير وليدها باللي سقى هذوك القطط. فلما سقى هذوك القطط كان هذا الفعل سببا لنجاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ داووا مرضاكم بالصدقة. صح مليح على بالي سكانر ليرام الدواء نديرو كلش، بصح كاين امور شرعيه مليح نديروهم. كاين رب امره كن فيكون، فنداوي مرضانا بالصدقه. كاين ناس تصدقت باموال يروح يقولوا له لا ما عندك والو. كيفاش ما عندي والو؟ انا جاي ندير عمليه يا ودي ما عندك والو. امره كن فيكون. فالانسان يكون ذكي في نفسه ونفع غيره.